راتع بشر وسكينة مدت لنا حبلا متينا، سقتنا لطفا ولينا، ألا نهضتنا فاجمعينا. ونحن في جولتنا بولاية تبسة انبهرنا من الأماكن الأثرية التي تزخر بها المنطقة. توجهنا إلى مسجد أنس بن مالك لنتعرف على أصغر من حفظ القرآن الكريم، وتقدم إلى الإمامة الطفل أنس وهو في سن 12 من عمره. اسمي ثبت محمد أنس، أحفظ من القرآن الكريم 60 حزبا القرآن كاملا، وقد حفظته في مدرسة أنس بن مالك بتبسة. بدأت القرآن الكريم مع والدتي الكريمة، بدأت تحفظني في الآيات بالآية في كل يوم، إلى أن أول ما بدأت أنطق بالقرآن الكريم، ووفق بين القرآن الكريم والدراسة في أن أحفظ في فترة الصباحية ما تيسر من القرآن، وفي أن أدرس فيما تبقى من اليوم. بدأ أنس مسيرته في حفظ كتاب الله مع والدته حفظها الله وهو في سن صغير، فلقنته مختلف السور والآيات إلى أن التحق بالمدرسة القرآنية للحي، وهناك طور من إمكانياته وقدراته الحفظية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حافظ القرآن أحبك الرحمن واصطفاك بالفرقان. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن. سقتنا لطفا ولينا، ألا نهضتنا فاجمعينا.
وقد غمرتني السعادة وأنا أتلو الآيات الأخيرة من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أمام شيخي وجميع الطلاب أصدقائي. أنس الطفل المواظب على الصلاة والحفظ، فتراه لا يغيب عن حلقات الحفظ بالمسجد، ومداوم على تطوير إمكانياته في التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنس أحبه الله فوهبه صوتا شجيا يقشعر له البدن بمجرد أن يصل صوته إلى آذان المصلين، فتراهم منصتين خاشعين. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أنس هو من الطلبة والتلاميذ الذين من الله عليهم سبحانه وتعالى بأن ختموا القرآن الكريم في صغر من العمر، حيث ختم القرآن الكريم وختم ختمته الأولى وهو لم يتجاوز 10 سنوات، وهو لا يزال إلى الآن يختم الختمة الثانية، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيختم ختمة الإتقان، ثم بعد ذلك يمر إلى ختمة الإجازة ويجاز بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. شاركت في عدة مسابقات أهمها فرسان القرآن الكريم للنهضة، وقد تحصلت واحتليت المرتبة الأولى من بين 100 طالب أو ما يزيد. طالب أنس ثابت كان مشارك معنا في الطبعة الثانية لمسابقة فرسان النهضة بالقرآن الكريم، وكان فيها يعني تنافس شديد جدا بين مختلف الفئات ومختلف الطلبة المشاركين في المسابقة، لكن استطاع أنس ثابت هذا الطالب المتميز رغم صغر سنه، لكنه كان متمكن جدا من الأحكام، لأن المسابقة كانت طبيعتها في الأحكام والتجويد. رغم صغر سنه لكنه يعني كان في المرتبة الأولى، واستطاع أن يحتل المرتبة الأولى في فئته، يعني فئة الأصاغر. أنس هو مثال يقتدى به في النشء الصالح، الذي استطاع في سن صغير
أن يؤم المصلين وأن يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة بحفظه الكامل ل60 حزبا من القرآن الكريم. راتع بشر وسكينة مدت لنا حبلا متينا سقتنا لطفا ولينا ألا نهضتنا فاجمعينا